بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير دايما وبصحه وعافيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البيزك اكاونتنج ايكويشن. يعني ايه الاكاونتنج ايكويشن؟ اللي هي المعادله المحاسبيه. المعادله المحاسبيه في اي شركه بتتكون من طرفين. الطرف اللي في الشمال اسمه الاسيتس اللي هي الاصول او الممتلكات بتاعه الشركه، والطرف اللي في اليمين حاجتين مجموعين على بعض، اللايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي. اللايبيليتيز اللي هي الخصوم بجمع عليها الاونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكيه اللي هي رأس المال اللي انا بدأت بيه المشروع. يبقى المعادلة المحاسبية بتتكون من جانب الاسيتس اللي هي الاصول او الممتلكات بتاعة الشركة. طبعا الاسيتس زي الاراضي، المباني، الالات، المعدات، السيارات، كل ده او اي حاجة الشركة بتملكها اسمها ايه؟ اسمها اسيتس. تاني حاجة الجانب التاني اسمه اللايبيليتيز. اللايبيليتيز دي الفلوس اللي على الشركة. يعني دلوقتي الشركة بتاعتي لو واخدة قرض من البنك الاهلي، ده اسيتس ولا لايبيليتيز؟ تمام، ده لايبيليتيز. بجمع عليها الاونرز ايكويتي. يعني ايه اونرز ايكويتي؟ دي حقوق المالك في المنشأة، اللي هي بالبلدي رأس المال اللي احنا بدأنا بيه المشروع، اللي المالك بدأ بيه المشروع. تعالى أول حاجة ناخدها اللي هي الأسيتس. الأسيتس بتتكون من إيه؟ أول حاجة هنتكلم عليها في الأصول اللي هي الكرنت أسيتس. الكرنت أسيتس اللي هي الأصول المتداولة. تاني حاجة اسمها فيكسد أسيتس يعني أصول ثابتة. بعدين انتنجبل أسيتس أصول غير ملموسة. تعالى كده ناخد أول واحدة اللي هي الأصول المتداولة. يعني إيه أصول متداولة؟ يعني أصول بتتداول، بتروح وبتيجي، بتزيد وتقل، ما بتفضلش ثابته مكانها. يعني اصول ملك للشركه بس ما بتفضلش ثابته مكان. في ناس تانية بتطلق على الكرنت اسيتس او الاصول المتداوله هي الاصول التي يسهل تحويلها الى نقديه او سيوله في مده اقل من سنه. يعني انت لو عندك اصل زي المخزون مثلا، المخزون ده لو انت تقدر تبيعه في مده اقل من سنه وتحوله الى سيوله او فلوس، يبقى ده كرنت اسيتس. تمام. الكرنت اسيتس هي الاصول اللي بتفضل متداوله، يعني ما بتفضلش ثابته مكانها. زي ايه؟ اول حاجه الكاش، النقديه اللي هي الفلوس. مش في مثل يقول لك الفلوس بتروح وتيجي؟ يبقى الكاش، النقديه اللي موجوده في الخزنه بتاعه الشركه. تاني حاجه البنك. يعني ايه البنك؟ فلوس الشركه بس موجوده في حسابها فين؟ في البنك. تمام. بعدين انفنتوري اللي هو المخزون. المخزون البضاعه بتاعه الشركه اللي مرميه في المخزن ما اتباعتش. شفت انا قلت ايه؟ قلت انفنتوري ده بضاعه بتاعه الشركه. يبقى ده اسيتس ولا لايبيليتيز؟ تمام، ده اسيتس اصول. طب ليه بقى الانفنتوري من ضمن الكرنت اسيتس مش من الفيكسد اسيتس؟ لان الانفنتوري بيسهل تحويله الى نقديه بسرعه. او تاني حاجه المخزون ده، لو انا عندي في المخزن دلوقتي 10 كراتين، هيفضلوا طول عمرهم 10 كراتين ثابتين ولا هيتغيروا؟ يعني مره يبقوا 6، مره يبقوا 4، مره يبقوا 3، لان احنا عمالين نسحب من المخزن ونحط فيه، نسحب ونحط فيه. ففي الحاله دي المخزون او الانفنتوري كرنت ولا فيكسد؟ لا، تمام، كرنت. انا خدت اول حاجه الكاش، بعدين البنك، بعدين الانفنتوري. رابع حاجه من ضمن الكرنت اسيتس اسمها اي ار. اي ار يعني اختصار لاكونتس ريسيفبل. اكونتس ريسيفبل اللي هم المدينون او العملاء بتوع المنشاه. يعني ايه عميل او يعني ايه مدينون بتوع المنشاه؟ العميل ده اللي هو الزبون اللي الشركه بتبيع له بضاعه. لو انا جيت دلوقتي بعت بضاعة ب100,000 جنيه لعميل، بعت بضاعة ب100,000 جنيه لعميل، وقلت له فين يا عم ال100,000 جنيه بتوعي؟ قال لي والله انا ما معيش فلوس دلوقتي، يبقى عليا. يبقى ده اسمه اي ار، اكونتس ريسيفبل. ملاحظ حاجه؟ العميل اللي انا بعت له البضاعه ده بعت له بضاعه شغل. طب الوعد اللي انا خدته منه وعد شفوي ولا وعد كتابي؟ وعد شفوي. هو انا معايا حاجه تثبت ال100,000 دول؟ يعني الراجل ده لو ما دفعش ال100,000 جنيه دول انا ما معيش حاجه تثبت. يبقى ده وعد شفوي ولا وعد كتابي؟ تمام، ده وعد شفوي. يبقى الاي ار وعد شفوي. الشركه باعت بضاعه لعميل، والعميل اللي احنا بعنا له بضاعه ده وعد ايه؟ شفوي. لما تيجي تتخرج ان شاء الله وتيجي تشتغل كده، تعمل حاجه اسمها انترفيو، تلاقي المدير المالي يقول لك تعالى بقى كده قبل ما تتعين، مش انت راجل محاسب وخريج كليه تجاره؟ هتقول له يوم جايب لك الميزانيه بتاعه الشركه ويحط لك جنب الاي ار مثلا 20,000 جنيه ويقول لك يلا يا باش محاسب فهمهاني معناها ايه. قول له شركتنا باعت بضاعه للعملاء ب20,000 جنيه وخدنا منهم وعد شفوي، يعني احنا ما معناش حاجه تثبت ان احنا لنا عندهم ايه؟ 20,000 جنيه. طب ليه الشركة بتعمل كده؟ ليه الشركة بتبيع بضاعة بوعد شفوي؟ لأن دول عملاء قدام في الشركة، متعاملين إن هم أو متعودين إن هم ياخدوا من الشركة بضاعة بالآجل. تمام. خامس حاجة من ضمن الكرنت اسيتس اسمها نوتس ريسيفبل، يعني أوراق قبض ديت اللي بيطلق عليها الكمبيالة بلغتنا كده. لو أنا جيت دلوقتي بعت بضاعة ب100,000 جنيه لواحد، وجيت للراجل ده قلت له فين يا عم ال100,000 جنيه بتوعي؟ قال لي يبقى عليا. قلت له لا استنى، أنت مش عميل معايا في الشركة، أنا معرفكش،
ازاي اخد منك وعد شفوي؟ ازاي اخد منك كلمه؟ قال لي طب عايز ايه؟ قلت له اكتب لي كمبياله على نفسك ب 100,000 جنيه حق البضاعه اللي انت خدتها. يبقى انا دلوقتي قبضت منه كمبياله، يبقى انا الشركه بعت بضاعه ب 100,000 جنيه وقبضت منه كمبياله، يبقى اسمها نوتس ريسيفابل. مش انا قبضت منه كمبياله، يبقى دي اسيتس بتاعتي ولا لايبيلتيز عليا؟ تمام، يبقى دي اسيتس. يبقى النوتس ريسيفابل دي اسيتس الشركه بايه؟ بتمتلك. يبقى احنا دلوقتي خدنا الكاش والبنك والانفنتوري والاي ار والنوتس ريسيفابل. الحاجتين اللي بعد كده بيجوا ورا بعض، بريبيد اكسبنس واكرويد ريفينيو. يعني ايه بريبيد اكسبنس؟ بريبيد اكسبنس يعني مصروف مقدم، اللي احنا بنسميه بالبلدي كده في لغتنا العاميه العربون. لو انا دلوقتي شركتي راحت اتفقت على حاجه، اتفقت على خدمه، يعني احنا دلوقتي فاتحين شركه، فاحنا عايزين حد يجي يعمل لنا صيانه للاجهزه بتاعه الكمبيوتر اللي موجوده في الشركه اللي المحاسبين شغالين عليه. فدلوقتي الشركه بتاعه الصيانه دي احنا دفعنا لها 1000 جنيه عربون تحت الحساب وهم لسه ما جوش عملوا الشغل، يبقى ده اسمه بريبيد اكسبنس، مصروف شركتي دفعته مقدم ولسه ما استفدناش الخدمه. تعالى كده ركز معايا، هو البريبيد اكسبنس ده مش شركتي دفعت مصروف مقدم ولسه ما استفدناش بالخدمه؟ يبقى المصروف اللي شركتي دفعته ده ليا ولا عليا؟ لا، تمام، يبقى ده ليا، يبقى ده اسيتس، اصول. البند اللي بعد كده اسمه اكرويد ريفينيو. يعني ايه اكرويد ريفينيو؟ يعني ايراد مستحق. يعني ايه ايراد مستحق؟ انا دلوقتي شركتي عملت خدمه لحد ب 1000 جنيه وقلت له فين يا عم ال 1000 جنيه؟ قال لي كمان يومين 3 كده او اسبوع هجيب لك الفلوس. يبقى ده ايراد مستحق، ايراد المفروض شركتي تاخده وما خدتوش، اسمه اكرويد ريفينيو. بص انا بقول ايه؟ ايراد المفروض شركتي تاخده وما خدتوش، يبقى ده اسيتس ولا لايبيليتيز؟ ليا ولا عليا؟ تمام، ده ليا. انا عايزك بقى تركز معايا في معلومه مهمه دايما في المحاسبه. كلم نفسك ان انت الشركه. يعني ايه انت الشركه؟ لو تلاحظ وانا بشرح دلوقتي عمال اقول الشركه، شركتي ليها، شركتي عليه، انا بتكلم على شركتي مش بتكلم على الشركه التانيه اللي قدامي. يعني مثلا الاكرويد ريفينيو ده انا ليا فلوس، يبقى الشركه التانيه اللي انا عملت لها الخدمه عليها فلوس، انا ماليش دعوه بالشركه التانيه. انا بتكلم على مين؟ على بند ظهر في شركتي اسمه اكرويد ريفينيو، يبقى انا شركتي هي اللي ليها ايراد مستحق. دايما بتعامل ان انا الشركه بتاعتي ماليش دعوه بالشركه التانيه. الفيكسد اسيتس، الفيكسد اسيتس دي هي ايه؟ هي الاصول الثابته اللي الشركه بتمتلكها، زي اللاند، اكويبمنت، البيلدينج، اي حاجه الشركه بتمتلكها يبقوا ثابته يبقى اسمها فيكسد اسيتس. اللاند الاراضي بتاعه الشركه يبقى دي فيكسد اسيتس، اصول ثابته. اكويبمنت المعدات اللي موجوده في الشركه مش هي ثابته مكانها ولا بتتغير؟ لا ثابته، يبقى دي فيكسد اسيتس. البيلدينج المبنى اللي موجود في الشركه ده فيكسد اسيتس ولا كارنت؟ تمام، يبقى ده فيكسد اسيتس، اصول ثابته مكانها. بعدين الفرنيتشر مثلا اصول ثابته ولا اصول متداوله؟ ده تمام، اصول ثابته. الكمبيوترز اللي موجوده في الشركه دي اصول ثابته ولا اصول متداوله؟ يبقى دي تمام، اصول. يبقى الفيكسد اسيتس ما تحفظهاش، اي حاجه ملك للشركه ثابته تبقى فيكسد اسيتس اللي هي اصول ثابته. اخر حاجه اسمها انتنجبل اسيتس. انتنجبل اسيتس اللي هي الاصول غير الملموسه. يعني ايه اصول غير ملموسه؟ الاصول الغير الملموسه هي اصول الشركه بتمتلكها بس غير ملموسه، ما ينفعش المسها بايدي او ما ينفعش اشوفها. هو في اصول هي الشركه بتملكها وما ينفعش المسها بايدي، زي الجودويل، الشهره. يعني ايه الشهره؟ هنيجي مثلا عند محل كنتاكي، لو جينا جنبه بالظبط فتحنا محل زيه بنفس المواصفات ونفس المساحه ونفس الديكور ونفس البلاط ونفس الاكل ونفس كل حاجه، عملنا محل جنب كنتاكي تيبيكال منه، بس لما نيجي نبيع الاثنين مين يجيب فلوس اكتر؟ تمام، كنتاكي. ليه؟ علشان مشهور، اسم كنتاكي لوحده ده بفلوس. يبقى الجودويل دي اصول الشركه بتمتلكها بس اصول غير ملموسه، اسمها انتنجبل اسيت. انا ليا ناس اصدقائي شغالين في شركه اورنج بيقولوا لي واحنا بنعمل البادجت اخر السنه بنحط جنب الجودويل مليار جنيه. عارف معناها ايه؟ ان اي واحد عايز يشتري شركه اورنج يحط مليار جنيه على الترابيزه علشان كلمه اورنج بس، علشان شهرتها بس، لان الشهره ديت قعدوا فيها كتير او قعدوا وقت كتير على ما يبنوا فيه. يبقى اول حاجه خدناها من ضمن الاصول جودويل اللي هي الشهره، دي اصول من ضمن الشركه بس اصول غير
ملموسة. البند اللي بعد كده اللي هو البيتنت. البيتنت اللي هو براءة الاختراع. يعني ايه براءة الاختراع؟ ما تجيش تقول لي بقى براءة الاختراع يعني شركتي اخترعت حاجة، لا، براءة الاختراع او البيتنت هنا بيقصد بيها الفكرة. يعني ايه الفكرة؟ تعالى مثلا مثال على شركة اورنج. شركة اورنج اخترعت عرض، قالت لك اتكلم بعد الساعة 12 بالليل هتاخد ساعتين مجانا. الفكرة دي ضربت مع الناس وجابت فلوس كتير للشركة، وكل الناس بدأت تشحن وبدأت تدفع فلوس للشركة، فالشركة كسبت. ينفع فودافون تسرق الفكرة ديت؟ ما تقدرش. عارف ليه؟ لأن شركة أورنج مش شركة هبلة. قبل ما بتنزل الفكرة بتاعتها في السوق بتروح تعمل لها براءة اختراع باسمها في الشهر العقاري، بحيث إن لو أي شركة تانية سرقت نفس الفكرة بالظبط شركة أورنج ترفع عليها قضية وتطالبها بإيه؟ وتطالبها بتعويض. تمام؟ طب افرض في شركة تانية عجبتها الفكرة دي، تروح تطالب بيها شركة أورنج، تقول لها أنا عايزة الفكرة بتاعتك دي أنفذها، فشركة أورنج تقول لها أنا عايزة منك قد كده تمن. فأنت لما تيجي إن شاء الله تشتغل ولقيت جنب البيت أنت 10000 جنيه، معناها إن شركتك مخترعة فكرة، مخترعة حاجة، والحاجة دي إحنا قيمناها ب 10000 جنيه. طيب البيتنت ده أو براءة الاختراع، هي براءة الاختراع مش أنا لسه قايل لك دلوقتي إن هي الفكرة؟ طيب هي الفكرة دي ينفع تمسكها بإيدك؟ عمرك شفت حد بيمسك الفكرة بإيده؟ لا، يبقى دي اسمها intangible assets، أصول غير ملموسة. في ناس بتطلق على الكرنت اسيتس والفيكسد اسيتس بيطلقوا عليها tangible assets، انما الجودويل والبيتنت اسمهم intangible assets. تمام؟ يبقى لو جاب لك سؤال في الامتحان قال لك الكرنت والفيكسد اسيتس هم tangible assets، العبارة true ولا false؟ تمام true. هنيجي بعد كده على الجانب اللي في اليمين اللي هو اللايبيليتيز والاونرز ايكويتي. هناخد اول حاجة اللايبيليتيز مع بعض. يعني ايه لايبيليتيز؟ زي ما اتكلمنا في اول الفيديو، اللايبيليتيز ديت هي الفلوس اللي على الشركة. لو انا شركتي عليها فلوس يبقى دي لايبيليتيز، انما يعني ايه اسيتس؟ دي الاصول اللي الشركة بتمتلكها. اللايبيليتيز مقسومة حاجتين. اول حاجه شورت تيرم لايبيليتيز، يعني التزامات قصيره الاجل مدتها قليله. الشورت تيرم لايبيليتيز ديت ما تحفظهاش، انا بنجيبها بحركه كده. تعال بص كده على الكرنت اسيتس، انت عندك الكاش وعندك البنك وعندك الانفنتوري، سيبك منهم. اول حاجه في الكرنت اسيتس اي ار، يبقى هنا اي بي. اي ار ديت يعني اكونتس ريسيفبل. الاي بي اسمها اكونتس بيبل اللي هم الدائنون او الموردون. احنا كنا هنا بنقول في العملاء او الاي ار كنا بنقول شركتنا بايعه بضاعه على الحساب واللي احنا بعنا له خدنا منه وعد شفوي. طب الاي بي شركتنا شاريه بضاعه على الحساب واللي احنا شاريين منه ده مدين له وعد شفوي. ملاحظ حاجه؟ شركتي الاي بي يعني اكونتس بيبل، شركتي شاريه بضاعه على الحساب، يبقى ده اسيتس ولا لايبيليتيز؟ تمام لايبيليتيز. يبقى انا هنا عليا، يبقى انا خدت اول حاجه الاي بي. بعدين في الكرنت اسيتس في نوتس ريسيفبل، يبقى هنا هكتب نوتس بيبل. تمام. نوتس ريسيفبل شركتي بتقبض كمبياله. نوتس بيبل، بيبل يعني بيدفع، شركتي بتدفع كمبياله او بتكتب على نفسها كمبياله، يبقى ده اسيتس ولا لايبيليتيز؟ ده لايبيليتيز. تمام. بعدين النقطه اللي بعدها في الكرنت اسيتس في بريبيد اكسبنس واكرويد ريفينيو. اعمل لي مقص كده، يبقى بريبيد ريفينيو اكرويد اكسبنس. بريبيد ريفينيو يعني ايراد مقدم، اكرويد اكسبنس يعني مصروف مستحق. ايه ده؟ ليه البريبيد ريفينيو لايبيليتيز مش اسيتس؟ بص كده تعالى نركز في المعنى. اسمه بريبيد ريفينيو يعني ايراد مقدم. هو الايراد الشركه بتاخده ولا بتدفعه؟ تمام الشركه بتاخده، يبقى انا شركتي واخده ايراد مقدم، يعني انا شركتي قابضه عربون من حد، شركتي واخده عربون من حد، يبقى ده بتاعي ولا بتاع الحد التاني؟ تمام ده بتاع الحد التاني، يبقى ده لايبيليتيز عليا مش اصول. تمام. انما في البريبيد اكسبنس شركتي هي اللي دافعه العربون فعشان كده العربون بتاعي، انما بريبيد ريفينيو شركتي واخده عربون من حد تاني، يبقى ده مش بتاعي ده بتاع الحد. تاني حاجه اسمها اكرويد اكسبنس. اكرويد يعني مستحق واكسبنس يعني مصروف، ده مصروف مستحق، المصروف بيندفع، وكلمه مستحق يعني ما اندفعش، يبقى ده مصروف المفروض الشركه بتاعتي تدفعه وما دفعتوش، يبقى ليا ولا عليا؟ تمام يبقى عليا، يبقى ده liabilities. واخر حاجه بزودها من عندي كده اسمها شورت تيرم لون. شورت تيرم لون يعني قرض قصير الاجل. يعني ايه قرض قصير الاجل؟ لو انا دلوقتي رحت البنك الاهلي وقلت له انا عايز اخد قرض هرجعه بعد 6 شهور، يبقى ده قرض قصير الاجل. طب لو انا قلت له هاخد قرض هرجعه بعد 10 سنين، يبقى ده قرض طويل الاجل. من الاخر قصير الاجل بيكون مدته اقل من سنه، وطويل الاجل بيكون مدته اكتر
من سنه. يبقى دي اول حاجه الشورت تيرم لايبيلتيز، احنا ما حفظناهاش، احنا جبناها بطريقه كده. هنا اي ار يبقى هنا اي بي، هنا نوتس ريسيفبل يبقى هنا نوتس بيبل. عملت مقص بريبيد ريفينيو اكرويد اكسبنس، وزودت واحده من عندي بس اسمها شورت تيرم لون. النقطه الثانيه في اللايبيلتيز اسمها لونج تيرم لايبيلتيز، واللونج تيرم لايبيلتيز نقطه واحده بس اسمها لونج تيرم لون. لونج تيرم لون اللي هو قرض طويل الاجل، وانا كنت لسه قايل لك من شويه القرض طويل الاجل ده بيكون مدته اكتر من سنه. انا كده خلصت اللايبيلتيز. اخر حاجه في الجانب اللي في اليمين اسمها اونرز ايكويتي. الاونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكيه. ينفع اروح افتح شركه من غير راس مال؟ لا. يبقى الاونرز ايكويتي الكابيتال بتاع راس المال اللي المالك بدا بيه المشروع اصلا. طب لو الشركه كسبت يبقى انا بجمع عليه الانكم او البروفيت. البروفيت هي الانكم. طب لو الشركه خسرت بطرح منه اللص. شفت انا قلت ايه؟ الكابيتال بجمع عليه البروفيت او بطرح منه اللص، ما ينفعش الاثنين. ما ينفعش اقول الكابيتال بجمع عليه البروفيت وبطرح منه اللص، ما ينفعش شركه تكسب وتخسر في نفس الوقت. الكابيتال يا اما بجمع عليه بروفيت يا اما بطرح منه لص. الشركه يا اما تكسب يا اما تخسر. واخر حاجه بطرحها منه اسمها withdrawals. withdrawals يعني مسحوبات شخصيه. يعني ايه مسحوبات شخصيه؟ لو انا جالي دلوقتي صاحب الشركه قال لي انا عايز 100,000 جنيه من راس المال او الفلوس اللي موجوده في الخزنه بتاعه الشركه، هديهم له عادي ما فيهمش اي مشكله. بس انا كمحاسب لما اجي اعمل حساباتي واسجلهم بسميهم ايه؟ بسميهم withdraw. في الاخر خالص الجانبين لازم يطلعوا قد بعض. لازم الجانب الاسيتس في الشركه يساوي جانب اللايبيلتيز زائد الاونرز ايكويتي. بمعنى لو الاسيتس كلها طلعت بمليون يبقى لازم اللايبيلتيز والاونرز ايكويتي الاثنين مع بعض يطلعوا بمليون. لازم الجانبين يطلعوا قد بعض. الاسيتس طلع. طيب وانا قدكم بقى في سنه اولى كنت بقعد اسال نفسي ليه الاثنين بيطلعوا قد بعض. كنت باجي بعمل البالانس شيت او بعمل الاكاونتنج ايكويشن بلاقي الاسيتس طلع برقم واللايبيلتيز والاونرز ايكويتي طلعوا بنفس الرقم. كنت بقعد اسال نفسي هم ليه الاثنين بيطلعوا زي بعض. تعال هقول لك مثال بسيط. لو انا دلوقتي في جيبي، هنقول ارقام بسيطه، لو انا دلوقتي في جيبي 5 جنيه وعايز افتح شركه يبقى انا هحطهم راس مال الشركه، صح ولا لا؟ تمام. الراس المال ده او الكابيتال اسيتس ولا لايبيلتيز ولا اونرز ايكويتي؟ تمام اونرز ايكويتي. يبقى اول حاجه ال5 جنيه اونرز ايه. بس انا لما جيت افتح الشركه لقيت ال5 جنيه دول قليلين جدا، فرحت خدت قرض من البنك الاهلي ب5 جنيه زيهم. القرض اللي انا خدته ده اسيتس ولا لايبيلتيز ولا اونرز ايكويتي؟ لايبيلتيز. تمام. يبقى انا دلوقتي معايا اونرز ايكويتي ب5 جنيه ومعايا لايبيلتيز ب5 جنيه، لو جيت جمعتهم على بعض يديني اليمه الثانيه الاسيتس بكام؟ ب10 جنيه. فعلشان كده الاثنين لازم يطلعوا قد بعض. فمعنى كلمه اسيتس اللي معايا اصلا اللي هو الاونرز ايكويتي زائد اللايبيلتيز اللي انا استلفتها، هي دي الاسيتس اللي الشركه بتملكها. فمش معنى كلمه اسيتس اللي الشركه بتملكه بس، لا، ده اللي الشركه بتملكه اللي احنا حاطينه في المشروع زائد اللي احنا استلفناه كمان. كده يبقى احنا خلصنا الاكاونتنج ايكويشن. وعيب ان انت تتخرج من الكليه وما تبقاش عارف البادجت او الميزانيه او ايه الممتلكات بتاعه الشركه وايه اللايبيلتيز الخصوم وايه الاونرز ايكويتي بتوع الشركه. استنونا ان شاء الله فيديوهات تانية جايه كتير. ولو انت عجبك الفيديو ده ما تنساش تشجعنا وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.